السلام عليكم. شنت صحيفة العرب اللندنية الممولة من الإمارات هجوما غير مسبوق على الجزائر، واصفة قياداتها بعصابة تنهب خيرات البلاد. وسخرت صحيفة العرب طالع السعودي الأطلسي من عملية إعادة الجزائر لسفيرها في فرنسا لمهام عمله، وذلك عقب سحبه على إثر أزمة تهريب أمير بوراوي إلى فرنسا. وقال الكاتب: عاد سفير الجزائر إلى باريس واستقبله الكاتب العام للخارجية الفرنسية كأي موظف عادي. عاد كأن لم يكن هناك سبب لاستدعائه غضبا للتشاور في الجزائر قبل أسابيع بسبب ما اعتبرته القيادة الجزائرية إهانة فرنسية للجزائر. وواصل الكاتب سخريته من توعد النظام الجزائري برد قوي على ما حدث انتصارا لكرامته، مشيرا إلى أن رجال النظام الجزائري أخذوا يتوعدون في فرنسا برد قوي انتصارا لكرامة أجهزة الدولة الجزائرية التي تعرت في تلك الواقعة. وانكشف ضعفها مدعيا أن كل ذلك الصراخ لم يذهب أبعد من مدى وقعه الصوتي،